السلام عليكم حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل الانجليش كيك، كيكه الفواكه بالفانيليا. مستحيل تفشل معاكي بالطريقه دي، طريقتها حلوه جدا وسهله وبسيطه. شكلها حلو قوي في التقديم، والفواكه فيها طعمها حلو وسكرها مظبوط كده. يعني بصراحه كيكه تشرف كده، وتقدري تعتمدي الطريقه دي وتعمليها يوميا. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء. لايك وشير للفيديو، ويلا بينا على طول كده نسمي الله ونبدا بالطريقه. اول حاجه هنحتاجها معانا كوبايه من الزبده. هنزل عليها بكوبايه مش مليانه قوي، كوبايه الا ربع من السكر. انا مش عايزاها مسكره قوي عشان الفواكه يعني هتسكرها. ممكن تحطي كوبايه سكر وممكن اقل من كده حسب الرغبه، انا قللتها شويه. هتضربي حلو قوي بالمضرب الزبده مع السكر لحد ما حبيبات السكر تختفي خالص. وبعدين بقى هبتدي انزل بالبيض واحده واحده. انا هستخدم 3 بيضات بس في الوصفه دي، وما تخافيش مش قليلين خالص، هيطلعوا لك نتيجه هايله. هنزل ببضايه بضايه وبعدين هضرب بالمضرب بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عايزه طعم الفانيليا واضح فيها، فهحط عليهم بقى كيسين من الفانيليا، وكمان هنزل عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا السايله. لو ما عندكيش فانيليا السايله دي تحطي 4 اكياس من الفانيليا، بتخلي طعم الكيك بصراحه حلو قوي، بتبقى ماشيه مع الفواكه ومظبوطه جدا. هنا كان معايا كوبايتين ونص من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه صغيره من الملح. هقلب كل الكلام ده في بعضه، وبعدين هننزل بقى بالدقيق على الخليط اللي احنا عملناه. هنزل بيهم كده على 3 مرات، وبعدين هقلب بالسباتula. هنا مش هنستخدم المضرب خالص. كل ما هتنزلي كميه هتقلبي لحد ما الدقيق يختفي بالراحه خالص كده من تحت لفوق، زي ما انت شايفاني بعمل بالظبط. الدقيق اختفى، هننزل بنص كميه الدقيق التانيه، وبعدين هنقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ننزل بقى باخر كميه. خليط الكيك ده بيبقى تقيل يعني عشان يحافظ على الفواكه وما يخليهاش تنزل تحت في الكيكه. نزلت هنا بربع كوبايه بس من الحليب المغلي، ربع كوبايه مش اكتر من كده. وهنا الفواكه اللي هنستخدمها فواكه مكثفه عاديه. انا كان عندي كريز، قطعت كام واحده عليها. عندك مكسرات، عندك اي نوع فاكهه عايزه تحطيه حطيه. انا بحط عليهم بس معلقه صغيره من الدقيق كده، ودي هتحافظ ان الفواكه بتاعتك ما تبقاش كلها كده في الصينيه من تحت وتتحرق، وتاخد لون غير الكيك يعني. حطيت بس انا كده نص الكميه وقلبتها تقلبتين وبس كده. هنزل على طول القالب، كنت دهناه زبده كويس جدا، كنت خايفه بصراحه تلزق فزودت كميه الزبده، او لو عايزه احطي ورق زبده. وهنزل بخليط الكيك، ما تقلقيش هو بيبقى تقيل كده. هخبط الصينيه كده خبطتين، وكنت مولعه الفرن طبعا على درجه حراره 180 يسخن. هحط بقيه الفواكه كده فوق الوش وهخبطها برده، وهدخلها الفرن. هتقعد معايا من 30 ل 35 دقيقه حسب الفرن عندك، وهتخرج بقى بالجمال ده كله. شكلها حلو جدا. معلقه الدقيق اللي حطيناها على الفواكه من فوق ما خلتهاش تنزل كده، وخلتها شكلها حلو. ومش قادره اقول لك بقى سكرها مظبوط ازاي. يعني كمان ممكن كمان الناس اللي ما بتحبش حاجه مسكره قوي تحط بس نص كوبايه من السكر. شايفين بقى العظمه؟ شايفه بقى مرتفع الكيك مرتفع. تقدري طبعا تعمليه في صينيه اقل من كده. الكيك مرتفع وطري جدا جدا. بصوا الكيك طري ازاي، يعني كيك اسفنجي في منتهى الجمال. هقطعها، انا قطعتها وهي سخنه، وتقطعهاش وهي سخنه عشان ما تفرولش منك. شايفه بقى توزيعة الفواكه، وتقدري تحطيها كلها كده جوه الكيك، بتبقى حلوه برضو قوي. وشكلها من فوق كده بقى في التقديم يعني بصراحه رهيبه. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو. ولو انت مش مشتركه في قناتي، انا هستنيكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه. قدميها بقى، وممكن تحطي عليها صوص شوكليت لو عايزه. هي بصراحه حلوه كده وانا مش بحط عليها اي حاجه، وطعمها حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.